لو نفسكوا اطفالكم يناموا بهدوء بالليل هقولكوا على حاجات ممكن تاكلوها لهم قبل ما يناموا علشان جوده نومهم تبقى احسن. اللبن الدافي والشوفان والورق الاخضر زي السبانخ والبطاطا، وممكن عليها رشه عسل لو طفلك اكبر من سنه. الزبادي طبيعي وبيتعمل باكتر من طريقه لو حابه تضيفي عليه فاكهه، بس بلاش اللي بيكون فيه موجود فاكهه جاهز لان بيكون فيه سكر كتير. زبده المكسرات زي زبده الفول السوداني وزبده البندق وزبده اللوز من احلى واسهل الحاجات اللي ممكن نديها للاطفال، علشان الأطفال محتاجين تريبتوفان وميلاتونين ومغنيسيوم، واللي برضو بيكون موجود في البيض والموز والأفوكادو، وده بيكون آمن للأطفال أقل من سنة طالما مفهوش عسل. قولوا لي بتحبوا تأكلوا أطفالكم إيه قبل ما يناموا، وبالهنا والشفا. كنت عايزة أعمل سلطة بنجر بس تكون جديدة شوية، وفي نفس الوقت كان نفسي في فتوش، فقلت أنزل أجيب المكونات يمكن ألاقي حاجة جديدة. جبت ميكس سلطة جديد فيه سبانخ وبنجر، وجبت نوع فجل جديد فيه كذا لون، وجبت باقي مكونات السلطة طماطم وخيار ورمان وفجل وليمون علشان دريسنج. وكمان كنت متحمسه قوي اجرب نوع الفجل الجديد لان كان فيه كذا لون مع بعض، لون بنفسجي وده كان لون بنفسجي قوي من جوه وبيصبغ زي البنجر بالظبط، وكان فيه اللون الاحمر العادي بس كان طويل شويه واللون الابيض. الوانهم كانت حلوه قوي وطعمهم كان مسكر مش حامي. وبعدين قطعت باقي الخضار وضفته على السلطه، الخيار والطماطم والرمان بعمله بطريقه سهله قوي، قولوا لي لو عايزين الطريقه. الرمان طعمه حلو قوي في السلطات، بيزود لها قرمشه ومزازه. وعلشان اقرب للفتوش اكتر حمرت عيش لبناني قطعته صغير مع رشه زيت زيتون في الاير فراير. ودريسنج الفتوش العادي هكتب لكم مكوناته. السلطه طلعت حلوه قوي برغم ان مكوناتها اغلبها مش متعوده عليه قوي، مليانه الوان وكل لون بيفيد الجسم بطريقته، وطريقه جديده علشان ما تزهقوش. جربوها وقولوا لي رايكم، بالهنا والشفا. في الوقت اللي كل الناس واقفه طوابير بتدور على العروسه الترند، كنت في مكان تاني بدور على حاجه بقالي كتير قوي بدور عليها. ومن وقت ما بدات اعمل فيديوهات للاطفال كان اليونيكورن بتاعي معايا في كل وقت وفي كل مكان، وفكرت ادور له على صاحب جديد يسليه بدل ما هو قاعد زهقان. فكرت اجيب له يونيكورن زيه او دبدوب، ودول عجبوني لان الوانهم كتير، ورينبو لان دايما بقول للاطفال ايت ذا رينبو. وبعدين فكرت في حيوانات يا اما ديناصورات او ارانب، بس الفكره ان شكلهم كان حلو قوي وهم جنب بعض. وبعدين فكرت في طيور خصوصا الوانها حلوه، وحتى الحيوانات المفترسه والكائنات البحريه فكرت فيها برضه، دول عجبوني بس الوانهم ما كانتش حلوه. برضه دورت في الحاجات اللي ليها علاقه بشخصيه معينه، والبطابيط دي اللي طالعه ترند دلوقتي بس برضه ما عجبتنيش لانها ترند وشويه وهتروح، وانا كنت عايزه حاجه تبقى شبهي شويه. فضلت ادور وقابلت كل شخصيات فاكهه وخضار ونباتات، حسيت ان ده الاقرب ليا لان دايما بكلمكم عن الفاكهه والخضار والورد. وفضلت ادور لحد ما لقيت اكتر حاجه شبهي واكتر حاجه بحب اعملها واكلها، وهي البنجر. وكده اخيرا اليونيكورن بتاعي لقى حد يونسه. لانه الفيديوهات اللي جايه مع يونيكورن وبنجوره، وقولوا لي اجيب حد تالت يونسهم ولا كفايه كده. بحب اعمل سلطات وبحب قوي اعملها بطريقه مش تقليديه، وكل ما تظهر حاجه جديده ببقى عايزه اجربها في سلطه، زي مثلا الفراوله البيضاء، الكرنب البنفسجي والجزر البنفسجي والزعتر ده جربته طلع طعمه حلو قوي. وبحب اقعد اجرب الحاجه اكتر من مره لحد ما طعمها يظبط معايا. مثلا الجزر البنفسجي كان لايق قوي مع البرتقال الاحمر، وبرده البرتقال الاحمر كان لايق قوي مع الجرجير والبنجر. والبطيخ الاصفر بقى ما سبتوش في حاله، جربته لوحده بس كان احلى كتير وهو في سلطه، زيت طعمه بيكمل مع الجبنه وزيت الزيتون. الحنكش جربته في اكتر من سلطه وطلع طعمه حلو قوي. والبابايا بقى حسيت ان ما ينفعش اعملها سلطه فجربتها في فطار الاول وبعدين برضو عملتها سلطه. وتفضل اكتر حاجه بحبها اني اقعد الف في السوبر ماركت كتير على امل اني الاقي حاجه جديده وغريبه واجربها في السلطات اللي بعملها. حاجه مهمه بقى، انا لما بلاقي حاجه غاليه او سعرها زياده عن العادي مش بجيبها، بجرب بس الحاجات اللي موجوده في الموسم بتاعها وفي البلد بتاعتها. فبقيت كل ما اروح مكان ببقى عايزه اجرب كل حاجه جديده فيه واجربها في سلطه واشوف طعمها ايه. قولوا لي لو بتحبوا السلطات الغريبه وايه اغرب سلطه جربتوها قبل كده، وقولوا لي عايزيني اعمل ايه في السلطه المره اللي جايه، وبالهنا والشفا.